السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. قبل ما نبداو في القصة اليوم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، في سنة 2006 وبالضبط في مدينة الدار البيضاء، واحد الصباح واحد السيد من هادوك اللي كيمشيو في المطارح ديال النفايات كيجي كيف ما عادتو وكينبش في هذاك المطرح ديال النفايات، حتى كتصادفو واحد الميكا مرزمه يعني محزومه. كيحلها، كيحل العقده ديال الميكا وكيحل وكيشوف، حتى كيتفاجئ براس بشريه وسط من هاد الميكا. الراجل كيتخلع وكيرجع للور، وفي الحال كيتم التبليغ على هاد الراس اللي تلقى. البوليس على وجه السرعة كيحضروا المكان لهاديك الزبالة حاشاكم. كيقلبوا فعلا كيلقاو راس بشرية وسط من الميكا، وهنا كيبداو يقلبوا في هاد الزبالة اللي كانت شوية كبيرة. ربما هذا اللي لاح هاد الراس تخلص من هاد الجثة كاملة غير هنايا. وفعلا داكشي اللي كان حالفهم الحظ ولقاو الجثة كاملة، ولكن كل جزء من الجسم كان في ميكا. كيجمعوا هاد الجثة وكيحيلوها على مستودع الأموات، تما كياخدو صورة فوتوغرافية للوجه ديال الضحية وكيهزو البصمات وإحالتها من بعد ذلك للطبيب الشرعي باش يعرف سبب الموت ديال الضحية. كتخرج نتيجة البصمات وكيلقاو أن هاد السيد عليه مذكرة بحث. هادي 3 أيام المرأة ديالو كانت جات ومعها واحد البنيته صغيرة كتبلغ على اختفاء الزوج ديالها اللي كان خدام قيد الحياة ديالو ذهيبي. كتقول لهم هاد المرأة اللي كان العمر ديالها تقريبا 36 عام، اما الذهيبي فكان في العمر ديالو 60 عام. ان راجلها خرج غير البارح مع الصباح كما عادتو كيمشي للعمل ديالو، ولكن السيد ما رجعش. عيات ما كتعينو الليل كامل، ما بانش ليه الاثار. سولوها البوليس على العمل ديال راجلها، كتقول لهم بانه كيبيع وكيشري في الذهب. قالوا ليها واش اتصلتي بيه، واش رد عليك، قال لك في شي بلاصه ولا لا؟ كتقول لهم هاد السيده بانها اتصلت به ولكن كتلقى التليفون ديالو طافي. سولوها بما انه راجل بالغ وكبير وعنده تجارته يمكن مشى لهنا ولا لهنا من اجل هاد التجاره ديالو ولا يتعاقد على شي صفقه. كتقول لهم لا، انا راجلي موالفش كيتعطل عليا لا نهار ولا يومين. الا كان عنده شي شغل فكيعلمني، ولكن الا تعطل الوحده 3 د الليل كيدخل للدار. البوليس كيطلبوا من مرات الذهيبي الصوره ديال راجلها والمعلومات باش يعمروا المحضر ديال التغيب، ولكن كيلاحظوا ان هذا الراجل عنده 64 سنه ومراته في نص العمر ديالو. كيسولوها واش انتي الزوجه ديالو او اللي عنده شي مرا اخرى؟ كتقول لهم لا سيدي، عنده مراته ساكنه في سيدي مومن وعندها ولادها. البوليس كياخدوا العنوان ديال المحل ديال الذهيبي وكيتوجهوا ساعتها باش يبداو التحريات على هاد الذهيب المختفي. واول حاجه كيديروها هما الذهيبيه جيرانو، كيسولوهم امتى اخر مره شفتوا هاد صاحبكم الذهيبي. الذهيبيه كاملين كيقولوا كلمه واحده، هو انهم ما شافوش صاحبهم الذهيبي هذه 3 ايام، مع ان مراته جات بلغات ان راجلها غير البارح الصباح خرج لخدمته ولكن ما رجعش. واحد الحاجه كيزيدوها الذهيبيه صحابو، انهم البارح بالليل شافوا واحد الشاب جا حل المحل بالسوارت ودخل وهز واحد الشنطه وخرج، يعني سد المحل ومشى بحالاتو. كيسولوهم واش هاد السيد كتعرفوه، واش كيخدم معاه ولا كتعرفوه هنا في السويقه؟ كل شي كيقول بانه اول مره شافوه وحتى واحد فيهم ما كيعرفو. البوليس قالوا لهم يقدر يكون شي واحد في ولادو من مراته الاولى هو اللي غادي قد يكون عنده الساروت وجا فتح. كيقولوا لا، احنا كنعرفوا ولدو مزيان وهذا اللي جا فتح المحل وخدا ديك الشنطه وخرج ماشي ولدو وما عمرنا شفناه. كيتوجهوا البوليس من بعدها لمقر السكنه ديال مراته الاولى اللي كيكونوا عندها 2 الولاد، وكيسولوها امتى اخر مره شفتي راجلك؟ كتقول لهم هذه شي سيمانه باش شفتو، اما ولدو قال لهم هذه 3 ايام باش شفتو، كنت دزت عنده المحل. كيستمر البحث على الذهيبي ولكن بدون جدوى حتى لنهار 3 ايام. كيف ما ذكرنا في الاول كيجي داك السيد اللي كينبش في المطارح ديال النفايات وكيقول لهم بانه القى هاد الجثه.
اللي كيتوصلوا للبوليس من بعد منها انها هي الذهيبي، وساعتها كيتم استدعاء مراته الاولى وولادو ومراته الثانيه باش يتعرفوا على الجثه واش هو فعلا الذهيبي ولا لا. وفعلا هاد الجثه المقطعه كيأكدوا العائله ديالته، سواء الزوجه الاولى اولادها سواء الزوجه الثانيه، كيقولوا فعلا انه هذا هو الذهيبي اللي كنا كنقلبوا عليه. كيسولوهم ان هاد الذهيبي واش كانت عنده شي طوموبيله ولا لا، وفعلا كيقولوا بانه كانت عنده طوموبيله بالماركه الفلانيه. كيقلبوا عليها في السيرفيس ديميل وفعلا كيلقاوها هي الطوموبيله اللي عند الذهيبي، وكتصدر واحد الاشاره اللي كتعمم على التراب الوطني باش يبحثوا على هاد الطوموبيله فين كاينه، لانهم لقاو الجثه ديالو ولكن الطوموبيله ما كايناش. كانت الشكوك كتحوم على انه تقدر تكون شي عصابه شداتو وابتزاتو وخدات من عنده السوارات ومشاو جابوا الذهب من المحل وخداو من عنده حتى الرقم السري ديال البطاقه البنكيه. لان البوليس من بعد ما تواصلوا مع بنك المغرب اللي عطاهم المعلومات على هذا السيد، كيلاحظوا ان الكونت ديالو كيتخرج منه مبالغ ماليه مهمه في الوقيته اللي كان متغيب فيها، وخصوصا ديك 3 ايام ما بين من جات مراته الثانيه كتبلغ على الغياب ديالو حتى النهار اللي لقاو الاشلاء في مطرح النفايات. وحتى المعلومات اللي صرحت بهم مراته الثانيه فجات كتبلغ على اختفاء ديالو، كتقول لهم اخرج غير هاد الصباح، ومشى متجه للقيصريه المحل ديالو كيف ما العاده. الا ان صحابو اللي في القيصريه كيقولوا هادي 3 ايام ما شفناه. العائله ديالو كتقول هادي سيمانه، مراته الاولى اما ولدو زارو هادي 3 ايام. هنا الشكوك كتحوم حول العائله، ولكن ما كاين حتى شي دليل كيثبت ان مراته لا الاولى ولا الثانيه عندها يد في الغياب ديال الذهيبي. كتفوت واحد السيمانه حتى كيتلقاو البوليس واحد المكالمه من عند واحد السيد كيقول لهم الصديق ديالي هو اللي لقيتو الاشلاء ديالو في مطرح النفايات، وبغيت نجي ندلي بواحد المعلومات ديالي. وفعلا السيد كيجي للمركز ديال البوليس وكيقدم راسو على انه حتى هو ذهيبي في قيصريه واحده اخرى وصديق المرحوم هذه مده طويله. كان اخر اتصال له به هو سيمانه من وقت الاختفاء ديالو. كيقول بانه اتصل به وكيسالو واحد المبلغ مالي وقال له صيفطوا لي عافاك راني واقف عليه. كيجاوبوا الضحيه وكيقول له صافي انا دابا شويه غادي يوصلك المبلغ وراه غادي نصيفطوا لك مع نسيبي، ولكن هذيك العشيه ما وصلني حتى حاجه، وهذا الشيء ماشي من عاده المرحوم. الا قاولني بشي حاجه فكتوصلني في الحال، يعني كون ما كانش عنده المبلغ او ما غاديش يوصلوا لي لذاك النهار ما كانش غادي يوعدني به وغيقول لي راه نسيبي غادي يوصلوا لك هاد العشيه. كيسولوه كيقولوا ليه واش كتعرف هاد نسيبو، كيقول لهم اييه انا كنعرفو مزيان، وحتى ان المرحوم فاتح ليه محل ديال التذهيبيت في قيصريه الحفاري. البوليس في الحال كينتقلوا لقيصريه الحفاري وكيمشيو للمحل لهاد النسيب اللي قال عليه الصديق. السلام عليكم. وعليكم السلام، واش المحل ديالك؟ كيسولوه البوليس كيقول لهم اييه المحل ديالي. كيقولوا ليه واش ديالك ولا معمرو لك النسيب؟ هنا بدا كيشوف فيهم وكيقول لهم وبحال ديالي بحال الا معمرو لي نسيبي، المهم انا واقف فيه وانا اللي كنبيع وكنشري فيه. كيقولوا له البوليس ديك الساعه سد المحل واتجه معاهم المركز ديال البوليس باش يحقوا معاه. ومن ضمن المعلومات اللي دلا بها هاد النسيب البوليس واللي هو راجل خوت المراه الثانيه، قال لهم بانني هاد الارباح ديال هاد المحل يوميا كنعطيها لمراته الثانيه اللي هي اخت مراتي. منين كيوصلوا لمركز البوليس في الحال كيمشيو عند مراته الثانيه اللي جات دارت البلاغ بالتغيب ديال راجلها. كيسولوها واش المرحوم كان فاتح الراجل اختك شي محل، كتقول لهم ايه فاتح لي واحد المحل ديال الذهب في الحفاري. كيقولوا ليها علاش ما دليتيش بهاد الاقوال من الاول؟ كتقول لهم هي حيت ما سولتونيش وما بانتش ليا انها معلومه مهمه ومفيده وتفيد في التحقيق. في ساعتها البوليس كيديوها معاهم الكوميساريه وكيبداو معها التحقيق وكيسولوها واش هاد راجل اختك كيعطيك الارباح ديال المحل؟ قالت لهم لا. هنا كيجي التضارب ديال الاقوال، كيفاش هو قال انه كيعطيها الارباح ديال المحل وهي كتنكر انه ما كيعطيهاش الارباح ديال المحل. هنا الشكوك ولات كتدور على المرة الثانية وعلى النسيب،
وكطيح البوليس فكرة كينتقلوا في الحال القيصرية اللي كان فيها المحل ديال المرحوم، وسولوا الذهيبية اللي كانوا قالوا لهم بأنهم شافوا شي واحد بالليل حل المحل ودا الشنطة، واش إلا شفتوه تعرفوا عليه؟ قالوا يه إلا شفناه نتعرفوا عليه. هزوهم في الحال وداوهم الكوميسارية وراوهم هاد النسيب، كلهم كلمة واحدة قالوا بأنه هو اللي شافوه في هذاك النهار حل المحل وهز الشنطة ومشى في حالته، وحنا متأكدين منه. البوليس كيدخلوا عند هاد النسيب وكيقولوا ليه شوف بلا دوران وبلا روينة غادي تقول علاش ديك الليلة كانوا عندك السوارد ديال المحل ديال نسيبك وجيتي بالليل حليتي وهزيتي الشنطة وخرجتي في حالك، وكاع الناس ديال القيصرية البياعة والشراية يعني الذهيبية شافوك وهما متأكدين من وجهك. هنا النسيب كيلقى راسو محاصر وعرف أنه ما غاديش يفلت منها، لأن الشهود كانوا عليه ماشي واحد وماشي جوج، وفي الاعترافات ديالو غادي يفجر المفاجأة. قال لهم نعم أنا هو اللي قتلته، واللي كان سببي في القتيلة ديال الذهيبي هو مراته، لأنني كنت على علاقة غير شرعية مع أخت مراتي، وحتى البنت اللي ولداها هاد اخت مراتي ماشي بنت الذهيبي، راه هي بنتي وأنا متأكد منها، وهي اللي حرضتني على القتيلة ديالو على أساس نقتلوه وناخدو ليه فلوسو، لأنها كانت عارفاه اشحال عنده في لي كونت بونكير ديالو، وطمعات حتى في الذهب اللي كان في المحل، وعطاتني السوارت ومشيت جبت داكشي اللي كان في المحل، وعاد الكارت كريشي اللي خدينا ليه ملي قتلناه، وكان الكود ديال البطاقة عنده مكتوب في واحد الورقة في البزطام ديالو. تما بقينا كنخرجوا الفلوس كل نهار من الماكسيمو اللي كتقدر تخرج الكارت بونكير. كيتم مواجهة المرة الثانية بالأقوال ديال راجل اختها اللي كانت معاه في علاقة غير شرعية، ما قداتش تنكر قدام هادشي كامل، وقالت لهم فعلا أنني كنت في علاقة غير شرعية مع راجل اختي، والبنت اللي ولدتها هي بنته وماشي بنت الذهيبي، وكان الهدف أننا نقتلوا راجلي على قبل المبالغ المالية اللي كنت كنعرفها عنده من غير الذهب اللي كان في المحل. وكتجي الاعترافات التفصيلية كيفاش حتى قتلوا الذهيبي. كتقول مراتو الثانية أنه خلاتو حتى نعس بالليل وعيطات على راجل اختها اللي هو العاشق ديالها، دخل الدار وخنقو وهو ناعس، ومن بعد ما تأكدوا أنه مات شدوا الجثة ديالتو وفصلوها كاملة طرف طرف وعملوها في بلاستيكات ونظفوا المكان مزيان، وهزوا الجثة ديالو أو الأشلاء ديالو في الطونوبيلة ديالتو وداوه حتى لذاك المطرح النفايات ورماوه ورجعوا في حالتهم. والغد ليه في الصباح جات ديكلارات بأنه متغيب. كيسولوهم البوليس على فين هي الطونوبيلة ديال الضحية لأنهم بحثوا عليها وما لقاوهاش. كيقول هاد النسيب بأن الطونوبيلة من بعد ما تخلصوا من الجثة ديالتو اداها خباها في الدار ديال والديه اللي كاينه في تاونات. فعلا كيتم التفتيش ديال الديور ديالهم وكيتلقى الذهب اللي تسرق من المحل، وكيلقاو حتى المبالغ المالية اللي تم السحب ديالها بالبطاقة البنكية. من بعد ما كيكمل التحقيق معهم كيتم إحالة الملف ديالهم المحكمة وكيتحكم عليهم بالمؤبد. الطمع والخيانة فين كتوصل؟ السيدة ما كفاهاش اشنو كدير في داك الراجل، انها خانته، والده ليه بنت ماشي بنته، وحطها بالاسم ديالو وموهمه بانها بنته، طمعات حتى فلوسه، قطعته وقرضاته باش تاخد ليه فلوسه. ولكن الروح عند الله عزيزة، وراهم خداو الجزاء ديالهم وخا قليل فيهم. الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق. مستمعينا الكرام، إلى هنا غنكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتلاقى إن شاء الله في حلقة قادمة أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.